لو سألتك مين صاحب شركة أبل غالبا هتقول لي ستيف جوبز. طب لو سألتك مين صاحب شركة تسلا هتقول لي إيلون ماسك. الحاجة اللي ممكن تصدمك إن إيلون ماسك مش هو المؤسس الفعلي لشركة تسلا، وستيف جوبز اتطرد من الشركة اللي هي بتاعته في فترة من الفترات. في عالم البيزنس كلمة زي الفاوندر اللي هو المؤسس، والسي او فاوندر اللي هو الشريك المؤسس، والاونر اللي هو المالك، في الحقيقة بنفتكرهم حاجة واحدة، لكن هنا بتحدد مين اللي بيقبض ومين اللي بيطرد ومين هو المسيطر الحقيقي على الشركة. فالنهاردة هنفك الشفرة دي ونعرف الفرق بين كل واحد. هات قهوتك وركز معايا. نبدأ بالفاوندر. الفاوندر هو المؤسس، ده اللي كانت الفكرة الأولى في دماغه، وهو اللي سهر وفضل يكتب خطة العمل، وهو اللي جازف في البداية لما ما كانش في كيان أصلا. لقب المؤسس هو لقب تاريخي وأدبي أكتر من كونه إن هو منصب وظيفي. يعني إيه؟ يعني أنت لو أسست شركة ونجحت هتفضل اسم مؤسس شركة كذا لازق فيك طول التاريخ، حتى لو سبتها أو بعتها أو اتنزلت على المنصب ده. لكن القانون ما بيفهمش مشاعر. كلمة مؤسس لوحدها مش عقد الشركة، مش معناها إنك محمي من الطرد، وبرضه مش معناها إنك بتاخد قرارات طول العمر لو ما أمنتش نفسك حصتك وأسهمك. ودي الغلطة اللي وقع فيها ستيف جوبز سنة 1985 لما اتطرد من شركة أبل من مجلس الإدارة. مثلا أنت ما بتفهمش في البرمجة وجبت مهندس عبقري يبني معاك المنتج من الصفر وشال عنك المخاطرة في البداية. ده الشخص اللي بياخد سي او فاوندر اللي هو الشريك المؤسس. انت بندي لقب سي او فاوندر، اللقب ده مرتبط بالعنصر المخاطرة. لو الشخص اللي دخل معاك شريك وهي لسه على الحبر، يعني الشركة لسه بتبدأ من الصفر في أول كام شهر والمستقبل قدامك صفر والميزانية صفر، ده الشريك المؤسس. ولو دخل معاك بعد سنة والشركة بقى ليها مقر ومنتج وبدأت تكسب، ده اسمه إيه؟ اسمه مستثمر. ما ينفعش يتقال عليه إيه؟ ما ينفعش يتقال عليه شريك مؤسس، لأن عنصر المخاطرة اللي في التأسيس انتهى خلاص. بعدين الأونر اللي هو المالك، ده ليفل الوحش، ده صاحب الشركة ويمتلك قانونيا أسهم وحصص الشركة. وهنا بتبدأ الخدع والأسرار اللي بتلخبط الناس. هل المالك لازم يكون هو المؤسس؟ لا، مش شرط خالص. هل إيلون ماسك هو مؤسس شركة تسلا؟ في الحقيقة لا. تسلا اتأسست في 2003 على 2 مهندسين. إيلون ماسك دخل الشركة في 2004 مستثمر وحط فلوسه وبقى المالك الأكبر للشركة اللي هو الأونر، وبعد قضايا ومحاكم أخذ حقه إنه يتسمى مؤسس مشارك بأثر رجعي. في الشركات المالك هو اللي معاه القوة الحقيقية لأنه بيمتلك حق التصويت. لو أنت مؤسس وبتمتلك 10% من الأسهم وجي مالك تاني اشترى 60% من الأسهم، المالك الجديد يقدر قانونيا يلغي قراراتك ويغير استراتيجيات الشركة وممكن يرفدك من منصبك الإداري. المالك هو اللي بيمتلك الأصول والأرباح، والمؤسس هو اللي يمتلك الرؤية والتاريخ. عشان ما توجعش دماغك وتفكر كتير، المؤسس هو اللي بدأ الفكرة الأولى، وده رقم أدبي تاريخي زي ما قلنا. السي او فاوندر اللي هو الشريك المؤسس هو اللي شايل معاه الطوبة الأولى والمخاطرة في البداية. الأونر هو اللي جاب الحصص القانونية في السوق، يعني هو اللي اشترى الأسهم اللي تديله الحظ القانونية وأصحاب المال والقرارات. تخيل دلوقتي أنت جات لك فكرة تفتح مطعم، تبقى أنت المؤسس، وجبت معاك شيف عبقري ما ياخدش مرتب، بس هياخد بدل المرتب نسبة للشريك المؤسس. جبت مستثمر لباقي الفروع عشان تفتح أكتر من فرع، فهو اللي معاه حصص أكتر، فهو اللي ليه حق الإدارة. ليه؟ لأن هو اللي ليه أسهم أكتر وبالنسبة قانونيا هو المالك. فنصيحة مني، لو حبيت تفتح مشروع دايما فرق بين منصبك الإداري ولقبك الشرفي وحصتك القانونية، لأن القانون ما بيحميش المغفلين، بيحمي اللي كتب ورقه صح.